السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم في صندوق المعرفة. روبرت شيمرلانغ رئيس تحرير مدونة كلية الطب بجامعة هارفارد صحى من النوم علشان يلاقي زوجته بتسأله سؤال مفاجئ جدا: هو انت ليه مقتنع انك هتموت قبلي؟ طبعا بقى روبرت ده راجل عالم وردوده هتبقى علمية ومنطقية، بس هو جاوبها بصراحة إجابة من كلمة واحدة وقال لها الإحصائيات، بس كده وسكت. يا ترى بقى الستات أطول فعلا عمرا من الرجالة؟ وهل الإحصائيات وعلميا أثبتوا إن الستات فعلا عمرهم أطول من الرجالة؟ في فيديو النهاردة هنتكلم عن الموضوع ده، بس قبل ما نتكلم ما تنساش تعمل اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديدنا. النساء أطول عمرا من الرجالة، معلومة مسلم بيها من زمان في مجتمعاتنا ومعظمنا كمان ملاحظها، بس هل في سبب علمي وهل علميا تم دراسة المعلومة دي فعلا؟ في فعلا دراسة عملتها جامعة هارفارد ونشرها الدكتور شيمرلانغ، والإحصائية دي قالت الآتي: إن اللي عمرهم فوق ال 65 بنسبة 57% هم النساء، وإن اللي عمرهم فوق ال 65 ل 85 بنسبة 67% نساء برضه، وإن متوسطات الأعمار المختلفة للنساء في أمريكا سجلت زيادة في عمر النساء ب5 سنوات، وفي دول تانية بتوصل لحوالي 7 سنوات. في ناس قالت ان السبب ان الرجاله بيشتغلوا وبيرهقوا نفسهم بالعمل فبيعرضوا اجسادهم لمجهود اضافي، وعلشان كده هم اكتر عرضه للاصابه بالامراض. وحتى لو كانت المعلومه دي صحيحه زمان، بس في الزمن الحالي تقريبا الرجاله والستات بيشتغلوا نفس الاعمال، والفرق ده غالبا انتهى. السويد مثلا مشهوره انها اقدم دوله عندها سجلات تاريخيه موثقه في معظم المواضيع. العلماء بقى رجعوا للسجلات دي من سنه 1800 في السويد، واكتشفوا ان اعمار الرجاله في الوقت ده كان متوسطها 31 سنه، وان النساء متوسطها 33 سنه. فجم راحوا عاملين مقارنه تانية في الوقت الحالي، ولقوا ان متوسط العمر الرجاله بيوصل ل 79.5 والنساء ل 88.5، طبعا لان الطب كده اتقدم. بس بتلاحظ برضو ان في فجوه وزياده في العمر بين النساء والرجاله قديما وحديثا. طب تعالوا بقى نشوف ايه الاسباب اللي العلماء اجتهدوا وقالوا انها ممكن تكون هي اللي عملت الزياده دي. رقم 1: ان الرجاله معروفين انهم ما بيهتموش بصحتهم العامه وبيبقى ليهم عادات سيئه زي شرب السجاير والكحوليات والافراط كمان في الاكل. في الغالب النساء بيهتموا بالحاجات دي اكتر، واوضح مثال ان في دراسه لقوا ان متوسط اعمار النساء في روسيا اكتر ب 13 سنه عن الرجال، طبعا لان الروس معروفين ان هم اكتر شراهه للتدخين والكحوليات والعادات الصحيه السيئه. رقم 2: الخلايا في أجسادنا بتحمل الصبغات الجينية اللي هي الكروموسومات الموجودة ضمن كل خلية. الله عز وجل جعل في خلية الراجل نوعين بس من الصبغات، X و Y، وبالنسبة للمرأة خليتها فيها نوع واحد بس من الصبغة الجينية اللي هي الإكس، ولكن موجود في خلاياهم على شكل زوج من الكروموسومات، فبالتالي خلاياهم فيها نسخ احتياطية من الجين الوراثي، وده طبعا بيدوم الأفضلية عن الراجل في حالة وجود خلل في الخلايا إنها تعوض ده من النسخ الاحتياطية الموجودة، وده طبعا مش موجود عند الرجالة لأنه عنده نسخة من جين إكس أو نسخة من جين واي، وده بيفسر ليه الرجالة أكثر عرضة للأمراض من النساء. رقم 3: الهرمون الذكوري أو التستوستيرون، وده طبعا الهرمون المسؤول عن الأعراض الذكورية من خشنة صوت أو شعر الصدر أو الإيد أو الصلع وغيره. وجدوا بقى أن الهرمون ده كل ما يزيد عن حده في جسم الراجل بيبقى الجسم أكتر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة من أمراض القلب أو الالتهابات الجرثومية أو أمراض السرطان لا قدر الله. يعني الهرمون الذكوري بيقوي جسمنا على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد زيادته في الجسم بتبقى مضرة جدا. وبعض العلماء رجحوا ان الهرمون ده السبب الرئيسي ان اكثر الاصابات بفيروس كورونا كانت من الرجاله مش من الستات. اما بالنسبه للهرمون الانثوي الاستروجين، وده طبعا الهرمون المسؤول عن اعطاء المراه الصفات الانثويه بتاعتها، فالهرمون ده على عكس الهرمون الذكوري فهو بيعتبر اكسير الشباب بالنسبه للمراه، فهو مضاد للتاكسد، يعني بيشيل المواد الكيماويه الضاره اللي بتصيب الخلايا وبتسبب اجهادها. رقم 4: فرضية كده اسمها قلب المرأة الراقد، وهي إن معدل ضربات القلب عند المرأة بيزيد من خلال النص التاني من الدورة الشهرية، فبيبقى ليها كده منفعة للجسم كأنه عمل تمارين خفيفة، فده طبعا بيقلل من مخاطر أمراض القلب وكمان الأوعية الدموية. رقم 5: الرجالة بتبقى أطول من النساء، وده بيبقى معناه ان هم عندهم عدد خلية اكبر في اجسادهم، فده بيزود من احتمال الضرر للخلايا، وخصوصا ان اجسام الراجل بتقوم بالحرق اكثر واسرع كمان من النساء، فبتسبب ارهاق واستهلاك للخلايا اسرع من النساء على المدى البعيد. طبعا دي الاسباب الجسديه والفيزيائيه اللي العلماء بيرجحوا ان ممكن تكون السبب انها تخلي اعمار النساء اطول من الرجاله، بس برضه في اسباب مجتمعيه نظرا لطبيعه الراجل، زي مثلا الرجاله اقل في التفاعل الاجتماعي من النساء. الطبيعي مثلا انك تلاقي الراجل قاعد لوحده او مش عايز كلام كتير حواليه عكس النساء. فالظاهر بقى ان الدراسات اثبتت ان قعده الحريم دي بتطول العمر، وان التفاعل الاجتماعي ما بينهم وما بين بعض بيطول العمر. وبرضه سبب من الاسباب ان الرجاله بتتجنب اللي هي تزور الطبيب اكتر من النساء.
يعني الطبيعي مثلا انك سنانك لو وجعاك او جالك تعب او الم في اي حته في جسمك بتقعد تقول هروح للدكتور بكره النهارده، تقعد تسوف. اما النساء فما بتصدق اول حاجه بتوجعها بيجروا على طول على الدكتور. والدليل على كده لو دخلت اي عياده لازم تلاقي معظمها من الستات، ولو لقيت راجل فاكيد ده طبعا جاي مع مراته. طبعا بقى دراسات كتيره بتقول ان الرجاله اكتر عرضه لامراض القلب والذبحات الصدريه، واكتر عرضه للانتحار وحاجات كتيره. المهم ان الراجل كده واضح ان كائن معقد، والنساء كائن فرفوش وهيعيش اكتر. طبعا العلماء كمان وضحوا نقطة اخيرة، ان ارتباط رعاية الاطفال واستفادة الذرية بشكل مباشر بصحة جسم الام. ملخص الكلام هو ان ما يهم الاطفال اكتر هو عافية الام وجسمها وليس الاب. في نهاية الفيديو كان نفسي اقولك عزيزي الراجل ان المعلومات دي غلط، بس واضح كده تاريخيا وعلميا وواقعيا كمان ان الكلام ده صح واننا هنموت قبلهم. وبس كده خلص فيديو النهارده. لو عجبك موضوعنا ما تنساش تعمل لايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديدنا.